كتعرف قبل الجلد كيفاش كانوا الناس كيركبوا الخيل؟ غادي نرجعوا للزمان القديم ونكتشفوا القصة أصيلية وحقيقية بزاف. حسب الدراسة العلمية الجديدة، أول دليل مباشر على ركوب الخيل كان عند ثقافة يامنية في وسط أوروبا قبل حوالي 5000 سنة، فين كانت كتخدم مكاينش الجلد كيركبوا الخيل. وهاد المعلومة متأكدة بتفاصيل على النظام البشري، فيها آثار مكتوفة للركوب. يعني الناس كانت كتركب الخيل في هذيك الوقت، ولكن الجلد ما كانش. شنو كانوا كيستعملوا؟ كانت حزام أولى. كيفاش كيصايبوها؟ كانوا كيصايبوها من النبات اللي هي الحبل، ومن الشعر ديال الحصان كيدفروه وكيستعملوه. حتى قبل ما يستعملوا الجلد كانت غير وسائل بداية، وهادشي كنلاحظوه في بقايا مواقع أثرية، مثلا بحال الثقافة بوتاي في كازاخستان. كان في هاد الدول حوالي 3500 عام كانوا كيمثلوا الخيول. الإخوان اللي متبعين هذا المحتوى، تحياتي لكم الناس المتتبعين الأوفياء، بارطاجيو الفيديو. هما هاد الناس اللي كانوا كيمتلكوا الخيل وكانوا كيتعاملوا مع الخيل، وتم فين غيبدا الدليل والأثار ديال الجلد. وشدوا الجلد وتعلموا كيفاش يدبغوه وخدموا عليه بطريقة احترافية أصيلية. شدوا الجلد وصبغوه واستعملوه كأدوات الأولى في الصناعة ديال الجلد. عاد دول أخرى في حضارة سوريا ومصر القديمة كان الجلد كيصنعوا به الأحزمة والأحذية وحاجات تالية للتزيين بالنسبة للأحذية والأحزمة. ومن هنا انتقلت الفرصة لحوايج أخرى كصنعوا به بزاف العود والحصان كملابس داخلية للعود، أو كان واحد القماش كيديرو فوق العود كيغطي على البرد وعلى الشتا بالجلد. معناها انتقال الفرس لوجبات أخرى كمثال هادشي اللي كتشوف قدامك دابا. وإن شاء الله غادي نبقاو نعطيو قصص واقعية للناس اللي مهتمين بهذا المحتوى باش يتعرفوا عليه. وتحياتي جميع الإخوان، شكرا بزاف للناس اللي متبعين هذا المحتوى وكيتفاعلوا معنا. لكم الاحترام.